المهم البلان بتاعت النهارده ان شاء الله هريح شويه، بعدين هنزل اكل اكل سعودي. معرفش هجرب ايه، انا كل اللي اعرفه عن اكل سعودي هو الكبسه. هل بقى في حاجات تانية هكتشفها؟ هنعرف النهارده مع بعض. عايزه كمان اروح مكان كوفي مشهور قوي كتير رشحوهولي من الناس اللي عايشين في السعوديه، كمان عايزه اجرب ده. والحاجه الاخيره ان انا عايزه اروح سوبر ماركت. للاسف عكس اي بلد انا زرتها معاكم، كل ما بزور معاكم اي بلد لازم اعمل فيديو عن السوبر ماركت، بكتشف فيه سوبر ماركت معاكم بتاع البلد باسعاره بمنتجاته بكل. مفيش بلد ما عملتش كده، ولكن نظرا للظروف ونظرا لان اصلا ده مش الغرض من الزياره خالص، كونتنت كريشن ولا ان انا اعمل محتوى ولا الكلام ده خالص، فانا مش هصور الفيديو ده ولا هصور اي فيديو اصلا. انا بفتح الكاميرا كده وبقول اللي حاساه وخلاص، وبصور وانا ماشيه في الشارع زي ما انتم شايفين. بس هروح سوبر ماركت لان انا عايزه اجيب حاجات. انا لقيت حاجه لفتت انتباهي برضه هوريها لكم كده، هنشوف على السريع مع بعض. متحمسه اني اجرب الاكل السعودي لان عمري في حياتي ما اكلته، ودايما بسمع ان هو شهي وكده، يعني ما حبش زي ما احنا بنقول في مصر. فيلا بينا. اول وتالي نجرب بقى الاكل السعودي بيقول ايه لما نشوف. طبعا المنيو غير مفهومه، يعني كلها بالنسبه لي حاجات فيها صور بس، يعني دي حاجات كيترينج. فهنقي اكتر حاجات انا عارفه ما جربتهاش وانها سعودي او يعني مختلفه بالنسبه لي. فهجرب كبسه دجاج، سليق دجاج مقلوب، الدجاج مرقوق، الباقي كله شايفه فته وحاجات عاديه، يعني باميه مسقعه، حاجات عندنا كلها. فانا حاسه ان كبسه دجاج وسليق دجاج ومرقوق هم دول الثلاث حاجات المختلفة في الحياة. يعني في كمان لبن القرية ده، انا اول مرة برضو اشوف الموضوع ده. كشنة جريش، انا ما اعرفش ايه كشنة جريش. اوكي مرقوق هنا قالوا مش حلو فهنكنسل مرقوق، يبقى كبسة دجاج وسليق. وفي حاجة لاحظتها تحت بقى اسمها كشنة جريش، فممكن برضو ايه نجرب دي. بس 3 حاجات: كشنة جريش، كبسة دجاج، وسليق الدجاج. وربنا يستر بقى وحاجات تعجبني، ولبن القرية. بس كده متحمسة. ده الكبسة سليق، وده الجريش شكله ايه، يامي يامي. وده القرية، مش عارفة ايه القرية. هجرب هبدأ بده اللبن طازج، ارده بعد ما فتحته خلاص. مش هينفع اعمل كده عادي. حاسه ان هو يبقى زي العيران بتاع لبنان. تيستي. اوكي اول حاجه هجرب الكبسه. خليني اخد معلقه وفراخ. اوكي نعرف طعمها ايه. مش ده، انا عمري جربت كبسه في حياتي بجد، حاسه ان هي حاجه بديهيه قوي. وهجرب السليق اهو. ها، وهجيب حته صغيره قوي فراخ معاها. والحاجه الثالثه اللي عايزه اجربها اسمها جريش. مش المفروض ان انا اقلبها قوي، انا افورت في التقليب فهعمل كده ان هي هنا. بس هم دول ال3 حاجات اللي انا هجربهم. اوكي اللحظه الفاصله هجرب الحاجه. اوكي اول حاجه الكبسه. جرب الكبسه، تحفه تحفه. هي قريبه قوي من البرياني بس واخده الطابع العربي اكتر، تحس ان هو برياني محبش. هجرب الجريش. هذا الشيء المفروض ان هو حادق قوي. ده غريب جدا، مش قادره احبه او اكرهه. بالظبط، ويا تحبيه تكرهيه. اكنه مهلبيه حادقه
يعني تكستشر المهلبيه ولكن هو حادق في نفس الوقت. هذا تمر. يعني هو عباره عن ايه؟ تمر هندي وحب مجروش، وايه الاسود البني ده؟ ومعاه لبن. طب ماشي، ايه البني بقى ده؟ بصل وتمر هندي ولبن وتوم وحب مجروش. طبق 6 ساعات مع هذا وقت طويل. طبق 6 ساعات؟ ممكن اقل، في اكثر في ناس اقل، يعني كل ما الطبق اكثر كل ما كانت تكستشر مختلف. اكشلي كل ما بتفضل تاكله كل ما بتحبه اكتر. اسمها ايه بصاره والتاني اسمها ايه؟ كشك وبصاره. ايوه كشك شبه الكشك قوي. ايوه كشك شبه الكشك قوي. وده اخر حاجه هي السليق. هذا نفس فكره الجريش. هذا يتسوى بالرز المصري. تمام. ده بيتسوى بالرز المصري؟ ايوه الرز المصري او الامريكي يسموه، اللي هو حبه الصغيره دي. تمام. وينطبخ بالحليب والزبده او بالسمنه البلدي. بالحليب او الزبده او السمنه البلدي. ماشي. يلا قولي رايك. تحفه تحفه. بس مش قادره احدد ايه هو احلى ولا الكبسه بصراحه. يعني لو مش هقدر ان انا ارتبهم كبسه سليق اسمه ايه مجروش، تظلميهم كده. هبقى بظلمهم بصراحه. حاسه كل واحد فيهم جو مختلف. لو هي كل اطباق رز ودجاج ديك الساعه ممكن اقول لك لا هذا افضل من هذا، هذا افضل. ولا حاجه شيء مختلف. بس ده يا جماعه، بس ده تحفه. تعرف ان انا في فيديوهات لبنان اكتر حاجه عجبتني كانت عيران، بغض النظر اي حاجه. ادمان ترى. ادمان ادمان عيران فظيع. مدمنين عليه. سوري، انا عارفه ان انا قفلت الفقره دي، ولكن في حاجه عايزه اقولها. انا عمري ما باكل صدور الفراخ لو ما فيش اوبشن غير ان انا اكل صدر فرخه. مفيش ورك. انا عندي ما اكلش فرخه خالص ولا انيش اكل ابدا الصدر. انا مش مصدقه قد ايه هو جوسي بجد الموضوع. انا عمري في حياتي ما شفت المنظر ده، وكأنه ورك اصلا. انا مش مصدقه يعني. بصوا بجد الموضوع يعني هو مش باين قوي في الكاميرا يعني، بس هو اكنه بجد ورك. طعمه اكنه ورك، حاجه ما تتصدقش. اوكي، ده سوبر ماركت اسمه بن داوود. بيعملوا منتجاتهم هم المكسرات، الحاجات اللي هي كده دي، وانا عايزه اجيب الحاجات دي جيت هنا في محلات. اميسيا كوفر سوبر ماركت والله، بس انا ما عنديش اي انرجي ولا اي حاجه فاضله جوايا ان انا اقدر اقعد اشوف السوبر ماركت وايه الحاجات المختلفه عندهم والحاجات اللي انا بعملها في كل بلد دي. ما عنديش للاسف، ما عنديش اي طاقه للاسف. بصوا كميه الفرايتي. طبعا مكة يعني فيها جنسيات كتير كمان، هيبقى عندهم كل حاجه حرفيا ما شاء الله. بس انا مش قادره بصراحه يا جماعه، انا اسفه جدا. بصوا مكتوب هنا ايه؟ بومباي برياني، يعني هو يعني فيري سبيسيفيك، مش برياني وخلاص، لا ده بتاع بومباي. هو انا جايه عشان القسم ده، قسم المكسرات والحاجات المجففه وكده. الدانوب اسمه كده. فين بقى حاجه بن داوود؟ مش هو بن داوود نفسه عنده حاجاته؟ في حاجات في عقد كده، في حاجات لا. ده مثلا لب في عقد من بن داوود. نشوف بقى لو في حاجات تانية، او ممكن ناخد سايب زي كده. بص ده شكله زي الفول. ايه اللي شكله زي الفول ده؟ اسمه ايه؟ عدس اسود حبه كبير. اوكي. لا، عدس اسود حبه كبير ده اللي هو القدام ده اسمه فول حب سوري. اوكي، بس فول زي عندنا بس عملاق. وفي هنا كمان بوريك اخضر، معرفش ايه البوريك الاخضر، ده شكله غريب جدا برضو. وهذا الشيء اسمه شيبا. وهنا برغر ده غير البرغل اللي باللام، الله اعلم. في هنا خشن وفي هنا ناعم، فمش عارفه برضو ايه القصه دي. بحب قوي دي اللوبيا السوداء دي اللي هي بلاك ايد بيز، بحبها قوي يا جماعه. تحفه الميكس ده، يعني حاسه ان هو شامل كل حاجه. فواكه مجففه، ده يتعمل بيه جرانولا حلو قوي. ده في حاجات كتير قوي، في فواكه مجففه، لوز، كاجو، عين جمل. انا شايف حاجات كتير قوي قوي. في هنا نتس، مش عارفه شايفينها ولا هيزل نتس اهي. فلا جامد. وسعره 95 ريال. الراجل فتح لي البتاع عشان اشوف كويس. ثانك يو. حلو قوي. وبصوا ده فستق بس ميكس مع كاجو
مكسرات مشكله بالجبن، ميكس مع كاجو والمونز، ده برضه هيبقى جامد. ده هجيب الزبيب الاصفر اللي هو الجامبو، لان انا هجيبه لحد بحبه يعني، عزيز عليا جدا، ولكن مش فاكره الحد ده كان بيحب الزبيب الاصفر ولا الاحمر، وبما ان في زبيب احمر كنت فاكره ده زبيب احمر بس طلع توت. فبما ان مفيش غير زبيب اصفر وكبير، يعني في زبيب الاصفر كبير وفي صغير، يعني بصوا الفرق بين الزبيبيه اللي انا هجيبها والزبيبيه العاديه، فرق كبير قوي. فهجيب الكبير 200 جرام، 200 جرام بليز. Thank you. Can you put a little bit more please? طلبت من الراجل يحط لي شويه زياده. Thank you. Thank you. مش عايزة احط السعر عليها. لا ايه ده؟ ايه الحوار ده؟ جالكسي بس بالبلح، موضوع غريب جدا. لو بلح متغطي بشوكولاتة جالكسي، اسمه جالكسي ديتس. اول مرة في حياتي اشوف المنظر ده. very interesting. بحب الحاجات اللي بتبقى اوثنتك كده، ليها علاقة بالبلد، وفي نفس الوقت ميكس ما بين حاجة ليها علاقة ببلد وماركة عالمية كلنا عارفينها وما شفناش منها المنتج ده قبل كده. حاجه تحفه بجد. بصوا شفت البرودكت ده من بعيد قلت اراميش ايه ده، المنتج ده شكله حلو، فبقرب عشان اشوف ايه ده. لقيت مكتوب شبوره القمح الكامل، الشبوره الاصليه، يعني انا عارفه اللي مش اصليه عشان عارفه الاصليه. شبوره الحليب. طب يا جماعه حد يقول لي ايه الشبوره ده؟ هل هي التوست يعني؟ ايه ده؟ ايه ده؟ زي الكيك يمكن او الدنش او معرفش. ايه شبوره؟ شوف يعني ايه شبوره؟ الموضوع غريب جدا بجد، بس انا عاجبني الباكجينج ده. شوفوا بعيد عن المقاطعه يعني، بس بصوا برضو في فليفرز في جالكسي مش عندنا. الفليفرز دي مش عندنا، ولا انا متاخره بقالي كتير ما اكلتش شوكليت مقاطعه ولا ايه مش عارفه، بس انا حاسه ان الفليفرز دي مش عندنا. سبيشالي مثلا يعني بجد ديزرتس اوف ارابيا، ايه ده؟ ما هذا؟ وجالكسي، فانا مش فاهمه. 3 بيسز وتقريبا كل واحد فيهم طعم، واحده حمراء واحده صفراء واحده بينك، واحده بقلاوه وواحده حلقوم وواحده حلاوه. الموضوع بجد غريب جدا. انا نفسي اجيبها اجربها، بس محترمه بين ان انا اجرب حاجه جديده وبين المقاطعه، فانا بين نارين، انا بين نارين. بصوا دي كمان اول مره اشوفها، باونتي فادج. انا اصلا مش فان خالص الباونتي، ما بحبش الحاجات اللي فيها جوز هند، بس برضو جديد يعني، في حاجات كتير جديده. انا نفسي اكتشف اول سوبر ماركت بس مفيش وقت. مفيش ابدا بلد رحتها صورت فيها اي فيديو وما غطيتش السوبر ماركت فيها. انتوا عارفين كل بلد بخشها بعمل فيديو كامل عن السوبر ماركت بالاسعار، وبقارن سعر البلد بالدولار، سواء كينيا، لبنان، الامارات، في اي بلد رحتها، الهند، اي بلد رحتها عملت فيها الحركه دي اكتر من مره كمان. يعني ممكن في نفس البلد يبقى اكتر من فيديو كمان، بس في السعوديه صراحه كويس اصلا ان انا عملت فيديوهين 3، فالحمد لله. بصوا الشيبسي ده اسمه بالعربي شعار البطل. في حاجات بتبقى بالعربي دي قوي، دي مع انها شخصيات كرتون عالميه. تشيز كيرلز نايس قوي. وبرده شدني موضوع ان هم يحطوا كيس كبير قوي كده تحسوا منتج كبير، بس هو اكشلي عباره عن منتج نفس المنتج ده بس كتير صغيرين جوه بعض. شايفين؟ يعني تفتحوا تبصوا تلاقوا كذا واحد منه صغيرين قوي. جامد الموضوع ده، بيتيح لكم ان انتوا تجربوا اكتر من طعم من نفس الحاجه. يعني بصوا الليز ده ليبي بجد صغير قوي، والله صغير قوي يعني، بس هو صغير قوي. فاهمين قصدي؟ بس مالناش دعوه يا مهي، ده كمان مقاطعه يعني. اسمها ايه؟ ايه بحبه بس المقاطعه وحشني بس المقاطعه حيشني. مقاطعه محيشني، مش لايقه خلاص سوري. الله، بصوا المقلمه دي فيها حاجات تشوبس كلها. الله بجد كيوت. لو في حد عنده اطفال صغيرين او كده هيفرح بيها قوي. السوسته بتاعت المقلمه كيوت فظيعه. ايه ده هي مغريه ليا انا شخصيا، ما بالكم حد صغير بقى في السن بيحب الكلام ده. كيوت قوي بجد. واضح ان تشوبا تشيبس عاملين قلق. بصوا ده هايلايتر هنا في شويه بتاعت تقيله جدا، عايزه اقول لكم بس سكشن هايلايتر والسور دي بتاعت الكاندي والحاجات دي مغريه قوي. يعني تشوبا تشيبس عامله شغل جامد في السعوديه. هنا بصوا برضو في من ضمن المشروبات لقيت ايه؟ موهيتو. انا بجد جربت الموهيتو ده مره واحده في الهند، وبعدين مشروب زي في ورقه كرتون، هو مش كان زي كده، هو ورقه كرتون. شايفين؟ محطوط في كرتونه. ايه الهبل ده؟ بيتفتح ازاي اصلا؟ جربت الموهيتو ده مره واحده في الهند وبجد طعمه بشع، استغفر الله العظيم يا رب يعني، بس طعمه وحش قوي.
انا مش قادره اصدق ان هو مكتوب في كرتونه كده، غريبه قوي، ولا ليه فتحه ولا ليه حاجه. وفي هنا انواع غريبه قوي، بصوا فانتا دي شكلها غريب، وبرده الماتيريال بتاعها مش حديد، هو حاجه بين حديد وبلاستيك، موضوع غريب جدا. في منها طعم تاني اصلا مكتوب بالياباني، انا مش فاهمه ايه ده اصلا، او الصيني الله اعلم. ضفت بيبر دي امريكي. في حاجات كده كتير مستورده زي بالظبط ما شفنا في لبنان. طبعا في هنا فيمتو، ده اول مره جربته كان في الامارات، وقالوا لي ان هو مشهور قوي في الخليج، موجود عندنا في مصر بس مش حاجه الناس بتشربها كتير، يعني مش حاجه مشهوره قوي، او مش حاجه طبيعي ان الناس تشربها، اللي بيحبوهم قليلين قوي او اتولدوا في الخليج مثلا او كده. طعمه حلو قوي، جربته قبل كده بحبه جدا. بصوا المنتجات النونو دي، ايه ده؟ ايه السايز ده؟ عمري ما شفته قبل كده. بصوا البريتوس، ايه ده؟ في ايه؟ بصوا عايزه اطبطب عليه من كتر ما هو غلبان. بصوا انه كيس شيتوس تاه من مامته يا عيني. والله المنظر اللي بقول لكم عليه ان هو بيبقى كيس كبير قوي جواه الاكياس الصغيره دي، او دي مثلا بصوا علبه كبيره جواها العلب الصغيره دي. فكره حلوه والله، عشان لو حد عنده حفله او عازم في عيد ميلاد ولا اي حاجه اطفال صغيره يوزع عليهم. معجبه جدا بشكل الفلوس بجد، موضوع ان هم ملونين ده. الفلوس الجديده المصري البلاستيك بقت كده، لكن بص ده عايزين، وخصوصا كمان الفلوس تبقى جديده. ما تبعتي؟ ايه؟ القدس، المسجد الاقصى. ايه ده؟ دي عليها مسجد الاقصى. بس ده مش مسجد الاقصى، ده قبه الصخره. هذا مسجد قبة الصخرة. قبه الصخره، بيربل وجرين اورنج. لا، وفي حاجه كمان عايزه اقولها في حق السوبر ماركت بصراحه، دي تقريبا اول بلد، يعني لا تركيا ولا الهند ولا الامارات ولا، لا يعني بجد دي حرفيا اول بلد ابقى بصور في او اول سوبر ماركت، خلينا نقول اول بلد، انا ابقى بصور السوبر ماركت قدام مانجرز وقدام البياعين وقدام كل حاجه، مش في الدره ولا اي حاجه، وماسكه الكاميرا كمان مش موبايل، وبتكلم براحتي، ومحدش قال لي حاجه خالص. حتى كينيا اعترضوا وزعقوا لي، وكان كارفور يعني ما كانش حاجه غريبه ولا مش منتشره، لا، وقالوا لي ما ينفعش تصوري ومش عارفه ايه، وعملوا لي حوار. فدي اول مره تحصل لي بصراحه، انا اصور براحتي ومحدش يقول لي تعملي ايه، والكاميرا مش بموبايل، فدي حاجه تحسب بصراحه. اوكي دلوقتي هنجرب هاف مليون، ده مكان بيبيع كوفي، ناس كتير قوي قوي رشحته وقالت ان هو جامد، في اعتقد درايف ثرو كمان، فلا خلينا ندخله. طبعا هي مشروب ساقع، اصلا الدنيا حر جدا، فبصوا في الايس درينكس، في فستق لاتيه اللي هو بيستاشيو لاتيه عادي زي عندنا في مصر، بس بصوا فوقيه في ايه؟ سيريال لاتيه. حاجه غريبه جدا، السيريال اللي هو زي الكورن فليكس كده، الحاجات اللي هي المقرمشات الكورن فليكس، فالموضوع غريب، بفكر اجربه. هل اجيب سيريال لاتيه ولا اجيب لاتيه عادي عشان اعرف اقارن اصلا؟ اجيب كابتشينو عادي؟ مش عارفه بجد، محتاره جدا، بس انا مش عايزه هوت درينك، انا عايزه كولد. بصوا منتجاتهم كيوت ازاي، دي عشان الايس درينكس، دي عشان الحاجات السخنه، كيوت قوي 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 يعني، سيمبل وشيك. سيجنتشر هو الاسبانيش، وعايزه واحد بليز ايس، في لارج ماشي خلاص هتيجي. بصوا السندوتشات دي بيبي ازاي، بسأل الراجل هو دي عينات عشان الناس تعرف شكل الساندوتش، بعدين يشتروا ساندوتش بجد، قال لي لا هي بتتباع بس هي السايز ده. شكلهم كيوت قوي، عايزه ابين لكم قد ايه هم صغيرين، حرفيا قد صباعي ده. So this is rice. يا ولد يا ولد وطرنا ناتس اوكي. هذا بس دي اكتيفر. ده بيستاشيو، ده السيجنتشر، وقال السيجنتشر هو بالظبط الاسبانيش لاتيه. فيا ليتس تراي ات، نجربه نشوف بقى ايه قصه هاف مليون اللي الناس قلبوا عليها الدنيا دي. يا جماعه الموضوع صعب قوي ان الواحد يطلع سلم وهو لابس عبايه، بحس ان انا بعاني، حاسه ان انا عامله زي حاسه انا عامله حرفيا زي دقدق بتاع سنو وايت. لا بص توقعت ان هو هيبقى حلو، بس ده حلو قوي، لا بجد واو. للاسف في حاجات هتبدا توحشني لما امشي بالسعوديه، ادي اول حاجه. بصوا المنظر ده كده، المفروض ان انا رايحه اصلي الفجر، البلد حرفيا ما بتنامش، شايفين الزحمه والناس في كل حته، شايفين الناحيه التانيه
يعني بصوا الساعة كام؟ 5 الفجر. أنا خلاص بعد عمرة امبارح اتعلمت إن عشان توصلوا للكعبة نفسها موضوع صعب جدا. يعني من الشارع بره للأكتشوال الكعبة، الحرم نفسه، مش بس ساحة الحرم، ساحة الحرم يا جماعة كبيرة قوي. يعني عشان أطلع أصلا من جوه لحد بره خالص، اللي هو الحتة فيها عربيات بقى وكده، يعني حاجة ملهاش علاقة بالحرم، تقريبا 20 minutes. كتير جدا، مجهود كبير قوي. فعشان كده النهارده أنا نزلت بدري علشان مفيش أي فرصة إن شاء الله إن أنا أبقى متأخرة على الصلاة. مش هاخد على الصلاة ساعة إلا ربع وأنا خلاص قربت أوصل الحمد لله. بس كل دول معتمرين، اللي لابسين لبس الإحرام دول معتمرين، لابسين لبس عادي دول رايحين يصلوا عادي. ادي أبراج الساعة بجد ليها كده اللي هو كده تحس ان هي شفت طبعا مباني كتير قوي في الامارات ضخمه بالمنظر ده، بس هتحسوا دولة عشان كتير قوي جنب بعض ولازقينهم في بعض وجسم واحد وكلهم عاليين، فبتحسوا ان الموضوع كبير. لازم انتوا مخضوضين لما بتقفوا تحتهم، يعني كبار قوي. اعتقد اني ممكن ادخل ابراج الساعه ابص بيحصل ايه جوه عشان كل الناس تتكلم عليهم، بس بعد صلاه الضحى، فجر ضحى، وبعدين هطلع ابص في ابراج الساعه وبعدين ادخل تاني اصلي على صلاه الظهر. شايفين المحلات بجد اكنش الساعه 5 الفجر خالص. شايفين كميه الناس سبحان الله. يعني انا اسمع ناس بتقول صلاه الفجر بتبقى اخف شويه في الزحمه، عمره الفجر بتبقى احسن شويه في الزحمه. شايفه كده خالص. بس كتير قوي يا جماعه، في ايه؟ حاسه ان احنا في رمضان مثلا. بصوا الحركه دي في كذا حد قال لي عليها. بتجيبوا كرسي زي ده وبتكتبوا عليه للاحرام، بتبرعوا بيه للمسجد عشان الناس تقعد عليه، الناس اللي مش قادره تقف او كده، والواحد ب20 ريال. بتكتبوا عليه كده وقف للحرم. انا مش عارفه بصراحه اللي بيشتريهم بيتبرع بيهم فين، بس هنكتشف مع بعض. لو سمحت من فضلك اتبرع بالكراسي دي فين؟ في جوه. اسيبهم فين؟ داخل. اوكي. لقيت اهو الزبيب الاحمر. لا والزبيبايه كبيره قوي. بصوا الزبيبايه العاديه، زبيبايه عملاقه. بصوا دي برضو دي زي اللي انا جبتها من السوبر ماركت، لقيت منها الاحمر اهو الحمد لله. رجعت من الصلاة الحمد لله. انا نزلت صليت الفجر وفضلت قاعدة لحد صلاة الجمعة. سمعت كل الكلام اللي انا قلته على الزحمة والشمس والحر والكلام ده، اعملوه تايمز 10 مثلا 10 اضعاف ما شرحته في اول الفيديو ده. عارفين يعني ايه صلاة جمعة في الكعبة؟ يعني لا بجد ما حدش شايف حد، ومع ذلك ما تعبتش قوي زي العمرة علشان ما كانش عليا حاجات لازم اعملها بترتيب معين، وخايفة اغلط ومركزة قوي وتعبانة والحر في نفس الوقت فكده. لكن لما تبقوا بتعملوا بس ادعية او قراءة قرآن او ان انتوا تصلوا او يعني كلها حاجات مش بترتيب معين، بتعملوا اللي انتوا عايزينه وبتقولوا اللي انتوا عايزينه. لو تعبتوا مثلا من القعده او كده ممكن تقوموا تعملوا اي حاجه خير، تجيبوا ميه زمزم للناس الكبيره اللي قاعده مثلا على كرسي متحرك او كده. فيعني اقصد في تحرك، في اكتيفيتي، في حاجه مهونه الموضوع، وكل حاجه كانت تمام لحد ما الساعه جت 9 الصبح. نصيحه لاي حد عايز يحضر صلاه الجمعه، خصوصا لو ست عايزين تحضروا صلاه الجمعه قدام الكعبه بالزحن عايزه اقول بالظبط في الصحن طلعت بالزحن قدام الكعبه بالظبط في الصحن اللي تحت. يعني نصيحه ماكسيمم لو الصلاه 12 ونص مثلا، النهارده الصلاه كانت 12 ونص، ماكسيمم تبقوا جوه الصحن الساعه 9 الصبح علشان تقدروا ان انتوا تلاقوا مكان كويس تقعدوا فيه من غير خناق ولا تزاحم ولا تدافع. وطبعا ده ينطبق على الرجاله والستات، ولكن الستات اكتر. في حاجه تانية للستات عايزه اقولها لكم، انه لو ناويين تصلوا تحت في الصحن، عشان هم مش بيسمعوا الستات كتير ان هم يصلوا، الرجاله عندهم ممكن يصلوا اي حته، لكن الستات ليهم حتت معينه. فعلشان تتاكدوا ان انتوا هتبقى لكم مكان، ومش بعد ما تقعدوا كل ده يروح ظابط يجي يقول لكم امشوا ويضيع كل مجهودكم على الفاضي والانتظار كله يضيع على الفاضي، فاستنوا عند بوابه الملك عبد الله. ستارتنج من بوابه الملك عبد الله، يمين شويه وشمال شويه، الحته دي هي اللي بيبقى فيها ستات. هل بيغيروا البوابه دي على حسب كل صلاه، حسب كل يوم، على حسب اي حاجه ما اعرفش، بس النهارده كان هي دي المكان اللي كان فيه ستات، وما كنتش حاسه انها حاجه غريبه، كنت حاسه ان في ناس عارفه وفي ناس ما تعرفش زي مثلا. انبسطت قوي النهارده قوي قوي، وعايزه اروح ابراج الساعه زي ما قلت لكم، ولكن مش حاسه اني عايزه اضيع وقت، مش عايزه اضيع وقت في شوبينج، مش عايزه اضيع وقت في اي حاجه. فانا هريح شويه وبعدين ممكن بقى ارجع الحرم تاني، يعني اشوف هعمل ايه. على قد ما الواحد بيبقى عايز يدي مجهود ويعمل مجهود، ساعات بيوصل لمرحله ان انت ما بقتش قادر، مش حاسس بجسمك اصلا، مش قادر. يعني ممكن يوصل الموضوع ان انت تتاذي بدنيا من كتر ما انت عايز تقعد في الشمس. يعني النهارده قعدت
من الفجر لحد الساعه تقريبا 1 أو 1:30 كنت حرفيا بمعنى كلمه منقوعه في الشمس، يعني الشمس فوق دماغي دايركتلي من اول الضحى لحد ما صلاه الجماعه خلصت. وطبعا الطريق للاوتيل كله شمس، فيعني ومشي وبتاع، فاي نعم هي اكسبيرينس فظيعه ومهمه وكل الكلام ده، ولكن لازم الواحد ياخد باله ان هو بني ادم في الاخر وممكن يقع، يعني في لحظه ممكن يقع. وانا للاسف ما بركزش قوي في الموضوع ده لحد ما بيحصل مشكله، وبعدين بقول ايه ده انا ما اكلتش، ايه ده انا كنت شمس طول اليوم، ايه ده ما شربتش. فطبعا كارثه، خلوا بالكم قوي من الموضوع ده. anyway ده اخر يوم ليا في مكه. صلاه الفجر اللي جايه هتكون اخر صلاه، وبعد كده هطلع على جده. هنتكلم على البلان بالتفصيل عشان لو حد عايز يعمل زيها بالظبط او يغير فيها شويه حاجات. هتكلم عن البلان بالتفصيل وكل الاسعار والحاجات دي في الفيديو اللي بعد ان شاء الله ما ارجع مصر. فما تقلقوش، اي اسئله بتسالوها لي في الكومنتس انا كده كده هرد عليها في فيديو لوحده. يلا انا هروح استريح بقى. ونزلت تاني وقت الفجر، اخر مره هروح فيها الحرم. شويه اول ما الصبح يطلع هيبقى ميعاد القطر بتاع جده. اكتشفت ان انا ممكن اخد عربيه ولكن ما كنتش اعرف، ولو انتوا 3 افراد هيبقى الموضوع موفر اكتر. احنا فردين والموضوع لقيناه موفر اكتر، فبالكم بقى 3 ان انتوا تاخدوا عربيه اوفر من انتوا تاخدوا قطر. هل العربيه مريحه زي القطر؟ الله اعلم، بس قلت اقول لكم المعلومه دي لسه هتعمل شويه. anyway دلوقتي اخر مره اشوف فيها الكعبه. انا رايحه دلوقتي ان شاء الله اقعد شويه لحد الفجر والضحى والحاجات دي كلها، وبعدين هتحرك القطر على طول. قطر الساعه 9:30. قبل بقى ما ادخل الكعبه هجرب من الحاجات، اكتر حاجات اللي انا نفسي اجربها في السعوديه، هجرب البيك. انا عارفه طبعا ان في ناس هتقول ايه ده تراديشنال قوي، مش عارف، مش كرييتيف، مين ستريم، مش عارف ايه. انا كل اللي هستفاده، اكتر حاجه هستفادها من ان انا هجرب البيك، ان انا مش هبقى اطرش في الزفه اني مور. كميه الناس اللي هتقول البيك كذا، ريفيوز على اليوتيوب، مش عارفه السعوديه مميزه بالبيك، السعوديه مش عارفه ايه، والبيك البيك البيك. انا اصلا ما اعرفش طعمه ايه، فانا مش بجربه من حلاوته لاني ما اعرفش اصلا هو حلو ولا لا. انا بجربه عشان ابقى عارفه لما حد يقول البيك ابقى عندي ريفرنس جوايا، انا عارفه هم بيتكلموا عن ايه. بس هو ده الهدف. واكتشفت ان في حد في ابراج الساعه، اكتشفت ان في البيك في ابراج الساعه، فدي حاجه كويسه ان انا مش هروح له مخصوص، هو اوريدي على الطريق وانا هموت من الجوع. اخر حاجه اكلتها كانت وقت صلاه الجمعه، ففات 12 ساعه من غير اكل خالص، شربت كوفي بس، وده كتير جدا، ومش هقدر ان انا ابدا عباده جديده وتركيز في ال4-5 ساعات الجايين وانا مش واكله، فلازم اكل. فعشان كده قررت ان انا هروح البيك قبل ما ادخل الحرم ان شاء الله. يلا بينا. بصوا يا جماعه الدنيا فاضيه ازاي مقارنه بامبارح. وامبارح وقت الفجر كانت الدنيا زحمه قوي لو تفتكروا، بس هو لسه بدري على الفجر، يعني مش متاخر قوي، ولكن حاسه ان ده احلى وقت للعمره. يعني الدنيا فاضيه والجو حلو جدا، جو قوم السقعه. يعني انا لابسه ده تحتيه كت، حاسه ان هو يعني يا دوب، لان الجو يعني زي تشيلينج والهواء فيه هواء، بس وقت الهواء ده بارد. فلو كنت عملت عمره في الوقت ده كان هتبقى اسهل بكتير قوي من ان انا اعملها بين الظهر والعصر بصراحه. للاسف يا جماعه البيك قافل عشان الساعه 3 الا تلت، هم بيقولوا ان هو يقفل 2، فطبعا قافل اهو للاسف. فغالبا هجربه في جده بقى. مع السلامه البيك، شويه البلد الجايه ان شاء الله، الفيديو الجاي. ستيل لازم اكل، انا لازم اكل اي حاجه، مش هينفع تقريبا للاسف. اللي انا شايفاه دلوقتي قدامي ماكدونالدز، ولو هموت من الجوع مش هاكل منه. في حاجه تاني اسمها الدهان، مش الدهان بتاعنا، بس دهان تاني، ممكن اجرب اجيب منه شاورما ولا اي، معرفش بيبيع ايه، هجيب اي حاجه، المهم هجيب اي حاجه، مش قادره هموت من الجوع. بس مفيش اي حاجه تانية بتبيع اكل. ايه ده، في واحد اسمه ايه، خير الزاد، بس ده شكله بيقفل وبيمسح وبتاع. خلينا نسال عنه ده. ايه ده، بصوا ده المنيو عنده رخيصه قوي. والشاورما اهي 7 ريال، حاجات رخيصه قوي بجد. شكرا. ساندوتش صغير قوي بجد، نونو خالص. حلو قوي، مختلف قوي، شبه بتاعنا شويه، تحسوا في طحينه، بس تحفه. اوكي خلاص اخر مره اشوف الكعبه، خلصت. صدقني انا كان عندي الفرصه دي بجد، يعني احلى حاجه في الدنيا ان الواحد يجي يعمل عمره، يزور مكه ويزور المدينه. الحمد لله، ويا رب اي حد يتفرج على الفيديو ده واي حد نفسه في الدنيا ان هو يعمل هذه الرحله، ارزقه يا رب ويجي هنا ويعمل عمره
وعمره طويله كمان يعني براحته بقى. انا حاليا راجعه الاوتيل، هاخد شنطتي وهطلع على جده. سو الفيديو جاي هيبقى جده، ما اعرفش اذا كنت هصور جده ولا لا، بس كل اللي اعرفه ان انا للاسف خلاص كده يعني مكه والمدينه خلاص. انا سعيده ومحظوظه جدا، بس ستيل جوايا حاسه اني مش عايزه امشي بصراحه. قبل ما اقفل الفيديو ده حابه بس انصح نصيحه واحده، انه ده احلى وقت ان انتوا تعملوا عمره، اللي هو الوقت اللي قبل الفجر بالظبط. تبقوا في الحرم الساعه 12 بالليل 12 AM يعني، وعبال ما تخلصوا العمره هيبقى الفجر قرب قوي، تاخدوا دوركم وتقعدوا وتدعوا وتسبحوا وكل الكلام ده. ثانيه هتلاقوا الفجر جدا وخلاص. بجد الدنيا كانت فاضيه قوي لدرجه ان انا قدرت المس الكعبه بكل سهوله يعني، ما زقتش وما عملتش اي حاجه. اي نعم اللي ورايا زقوني ووقعت واتدلقت، بس اتس اوكي انا ما زقتش وقدرت المس الكعبه بكل سهوله. فده بجد احلى وقت تقدروا تعملوا فيه عمره من وجهه نظري انا. وفي النهايه انتوا حددوا، انتوا قرروا، بس الاكيد ان انتوا ما تغلطوش غلطتي ان انتوا تروحوا ما بين الظهر والعصر لانه حر جدا وزحمه جدا. شكرا انتوا اتفرجتوا على الفيديو. يا رب اللي نفسه في عمره يطلعها، واشوفكم في جده. باي باي.